السلام عليكم. يا جماعة، يعني اللاجئين اللي بيتطاولوا على المصريين دول، يعني ايه الحل فيهم؟ لما يقولك البلد بلدنا ودي مكاننا وده، يعني المصري ده يعمل ايه؟ يتقهر في بلده؟ ايه المطلوب منه؟ او احد اللاجئين هو بيرد عليا يقول لي ايه؟ يا ريت نشوفه على الشاشة. يعني هقراه على حضراتكم. بيقول لي احنا قاعدين بفلوسنا وانتي شكلك مش دارسة كويس. اللاجئ ده بيكون في مخيمات ولا يجد قوت يومه، ونحن السودانيين كل شقق مصر هي ملك بالورق بفلوسنا. انتي اللي قاعدة عالة على البلد وعايزة الحكومة تجيب لك كل شيء مجان. ده نحن السودانيين احسن منك يا عالة، بندخل عملة صعبة للبلد مش زيك. يعني حلوة أوي. أنا بصراحة في بلدي بتهان، يعني أنا بقيت على بلدي، يعني أنا يعني مش قادرة أفهم يعني. ويعني أنا المصرية، اللي جدودي مصريين وإن أنا عايشة طول عمري في مصر وجنسيتي مصرية، أنا بقيت على البلد. وهذا البني آدم اللي احنا بنديله مهلة عشان يقعد ويقنن وندلع فيه ونطبطب وندلع وكده، هو بقى اللي بيقول ان انا عالة يعني، وان انا اروح اشوف لي حتة اقعد فيها عشان انا يعني كده على الحكومة المصرية. يا ريت نلاقي رد، يعني غير ان احنا نديهم المهلة ونطبطب عليهم. نشوف هنعمل ايه تاني، يعني يعني نروح فين؟ ده المطلوب ان المصري يتقهر في بلده يعني؟ يعني ليه؟ ليه؟